ما العالم فيه من حروب واقتتال وتآمر ومؤامرات وتقسيم، زي برضه اللي بيفرسنا قوي تقسيم مصر اربع دول، قبطيه والاسلاميه وفي الصعيد الشيعة والسنة ايه الهجس ده؟ يعني ايه الهجس ده؟ كلام ملوش لازمه. طبيعه مصر مش كده ابدا. هتجيب شعب قبطي، جيش قبطي تعمله منين؟ وماليه قبطيه منين؟ والتاني يجيب مسلمه منين؟ ونعمل جوازات. ايه ده؟ مش طبيعه شعب مصر. انت بتتكلم على كردستان والعالم دي والاكراد. طبعا. ما تقسيم الصراعات دي كلها والحروب كلها سببها اقتصادي، وسائلها اقتصاديه. ما عادش بقى الجيل الرابع واللي بيسموه يقول الاشاعات والكلام ده كلام ده، لا ايه، وسائلها اقتصاديه. مظبوط. شركات وتحالفات. الصين في حاجه معروف عليها اسمها طريق الحرير القديم. طريق الحرير ده كان من حضارات قديمه جدا جدا، يعني اثر تاثير كبير على ازدهار الحضارات المصريه والرومانيه، لدرجه ان ادت الى الحضارات بتاع العصر الحديث اللي عاشتها نتيجه للحضاره الفرعونيه مصر والحضاره الرومانيه اوروبا. طريق الحرير يبدا من المراكز التجاريه في شمال الصين، بتنقسم الى فرعين، شمالي وجنوبي. الفرع الشمالي بتاع طريق الحرير ده بينطلق من منطقه بلغار وعبر طريق اوروبا وشبه جزيره القرم وحتى البحر الاسود وبحر مرمرة والبلقان، ثم وده المهم وصولا الى ايطاليا الى البندقيه. الطريق الاخر اللي هو الغربي بيمر بعده طرق، منها ما بين نهرين العراق وكردستان والاناضول وسوريا عبر تدمر وانطاكيا، منها الى البحر الابيض المتوسط او عبر دمشق وبلاد الشام، ثم الى مصر وشمال افريقيا. الصين النهارده وضعت خطط تتوقع في 5 سنوات توصل الى 2500 مليار دولار حجم التبادل التجاري في خطتها الجديده. بتحيي طريق الحرير القديم وحاجه اسمها حزام الحرير الجديد اللي هو دمج بينهم. إقامة حزام اقتصادي طريق الحرير الحديث وطريق الحرير البحري للقرن ال21. ده بيؤدي إلى درجة بعد ما قلنا اللاذقية وسوريا والبحر الأبيض بيوصل لغاية باب المندب. الاقتصاد الأمريكي دايما الحاجة ما بتوصل مداها بتبتدي تثبت إلى حد ما أو تبتدي تضمحل وتتدهور. الاقتصاد الأمريكي وصل مداه في العالم، تضخم جامد، مديونية فظيعة. يوم من الأيام، ويوم من الأيام دي قد تكون سنوات، طبعا لن يستطيع سداد مديونيته. هنا الصين جاهزة ومتوضبة بالطريق الحرير وحزام الحرير. هتدخل على مناطق تعبانة اقتصاديا لأن أمريكا بتراهن على الإخوان ومنطقة الإقليم ليه؟ حفاظا على بترولها. البترول هيلعب دور ثانوي مش هيبقى هو الاساسي. الصين هتخش بتجارتها وبطرقها. الاتصالات دي طريق الحرير ده شبكه اتصالات عامله زي النت كده، زي الانترنت. بيتم تواصل واتصال بكل الدول تمر بيه. فالصين هتاخد وضعها، ستحل محل الولايات المتحده باسلوب مختلف تماما. وبكره بقى اما تيجي الذكرى بتاعت المية زي بتاع ارمينيا كده يقولوا الراجل ده قال كده. تعمل إحلال وتبديل للولايات المتحدة في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي آسيا. ليه؟ لأن طبيعة الصين تجارية اتصالية مش تحكمية قوي، لأن أمريكا دايما بتتكلم خد حسنة ونسيدك أو تصلف أو تكبر أو دي شبكة الاتصالات دي بالتعاون أنت ما تنساش حاجة. الصين كانت واصلة لفين؟ مين اللي كان بيعمل سد اثيوبيا بيمولوا في الاول؟ الصين. انت كواحد هتفكر ايش جابهم في اثيوبيا؟ هيستفادوا ايه؟ لا ده دليل كلامي ان في افريقيا في اسيا ما فيش خلاص، ما فيش غير الصين وساندها كقوه
حربيه روسيا.